لن نسبح في ذات النهر مرتين. عميق في فضاء لا محدود، سواد لا ينتهي كأنه كهف في مكان بعيد عن هذا العالم. لا شيء يكسر ذلك الصمت سوى فراشة صغيرة ترتطم بين لحظة وأخرى في زجاج النافذة معلنة فشلها في الهروب. لا شيء في الغرفة غير أوراق مبعثرة وقلم يحاول نقل كلمات ترتطم في أعماق الذاكرة، محاولا جعلها ذاكرة حية خالدة على الورق. طاولة صغيرة وسجادة حمراء مطرزة تغطي نصف أرضية الغرفة. على الطاولة لعبة صغيرة ترقد بهدوء، وسندانة الورد تحاول احتضان الشمس من نافذة الغرفة. وهذا الكتاب الذي لا أملك غيره بصفحاته المتهالكة وحروفه الباهتة، أراه منسدحا على الأرض لم يحركه إنسان، وقد مضت على احتضاره سنوات عدة لم أحسبها. كانت الأفكار تنسج معطفا داخل عقلي، وكأنها تحاول تدفئة نفسها من عاصفة تبعثر ذكريات سنين مضت بين فينة وأخرى من أجل الإجابة على أسئلة أخذت حيزا من حياتي. من ماذا نخاف؟ لماذا نخاف؟ كيف نخاف؟ هل يولد الخوف بولادتنا؟ هل يموت معنا؟ أهو رجل أم ظل يتتبع خطواتنا؟ هل له شكل إنسان؟ أهو حيوان مفترس أم وحش أو ضباب يتلاشى مع الزمن؟ باقة من الأسئلة تنهال على خيال يعاكس بعضها بعضا أثناء ركود دقائق الشتاء المملة. 20 عاما انقضت على تلك الحياة التي عشتها ولم تعشني. كنت أحيا داخل إطار مليء بضحكات العائلة تحيطه هالة من السعادة حبلى بالحب. لم يكن الخوف يومها يعرف طريقه إلى روحي. بعيدا جدا كان لدرجة أنني أحسبه شخصية من شخصية الأقزام السبعة التي نسمع عنها في طفولتنا، ولم يكن لها وجود في الحقيقة. ليتني لم أكبر. تغيرت الأيام وأصبحت تركض ركضا، وتجري بنا إلى شوارع لا نعرفها، ومن ثم تأخذنا إلى أعماق لا محدود. أصبحنا نهرول أملا في العثور على بيت نسكنه، أو أرض تحتضن خوفنا وانكسارنا وتلملم شملنا من زوايا العالم المختلف. روح في مدينة وأخرى في جزيرة، وقلب يروي عطشه من نهر مدينة لم تذق طعم الأمان يوما. حرب هنا وحرب هناك، موت هنا وموت هناك، دموع لا تكفي. 20 عاما انقضت، أخذت معها ما أخذت من شباب واستبدلته بشيب لا وقت لتأمله. 2 بعد منتصف الليل، والكل نيام، وكعادتي أجلس خلف النافذة مع لعبة من خياطة أمي. بدأ صوت غريب يتسلل إلى أذني، كان غريبا صاخبا ومزعجا. بدأ الصوت يزداد ويقترب. استيقظ والدي ووالدتي. كان كل ما سمعته منهما في تلك اللحظة هذه الجملة: إنهم دخلوا وفعلوها أولاد الكلب. ماذا سنفعل يا عامر؟ أين سنذهب ونحن لا نملك ثمن طعام الغد؟ احتضنتني والدتي، فشممت فيها رائحة معتادة عندي منذ 10 سنوات ولم تتغير. كان لها عطر مميز تصنعه من الورد في السندانة. كانت أزهار البيبون هي رمز هذه المدينة بعطرها الغريب، وكانت والدتي بارعة في استخراج العطور من تلك الزهرة الصغيرة بورقاتها البيضاء، حيث كانت رائحة أمي كرائحة تلك المدينة غريبة وقوية. لن نفعل شيئا، سنبقى هنا نترقب ما قد يحصل، والله الحامي. جلس والدي بجانبنا واحتضنت لعبتي. رغبت في معرفة من هم الذين دخلوا وأين دخلوا ولماذا. كان والداي متوتران، لم أرغب في سؤالهم. شعرت أن علي التزام الصمت، فالوقت غير مناسب للحديث وطرح أسئلة قد تؤدي بنا إلى أبواب مغلقة. كان بيتنا صغيرا يقع في زقاق ضيق تقسمه ساقية من وسطه، حيث يجري الماء داخلها ليل نهار كأنه نهر صغير. وكان الأطفال أثناء عودة من المدرسة يضعون أقدامهم داخله محتفلين به وكأنه رافد من روافد دجلة. وفي الشتاء يفيض من كثرة الأمطار، فيما تضع أمي قطعا من القماش لتمنع دخول الماء إلى البيت، وهو ما كان يفعله الجيران أيضا.
كان البيت يحتوي على غرفة واحدة، يمين الحوش تحوي على سرير كبير وآخر صغير اشتراه لي والدي بعد أن أصبح سريرهم لا يسع طفلة كبيرة كما قالت أمي، وكان يقابلها مطبخ صغير وصالة صغيرة تحوي تلفازا نشاهد فيه الأخبار وبرنامج صباحي تبثه الإذاعة وسندانة الزهور التي تصنع منها أمي عطورها. كان بيتا صغيرا لكننا كنا سعداء فيه. ازداد القصف حسب كلام والدي وحسب ما كان يصل إلى أذني من أصوات عالية لها دوي عميق في مكان لا أدري أين. ماذا يعني القصف؟ سألت والدي. لا شيء، انتبهي إلى لعبتك، سأشرح لك لاحقا. لا زلت أنتظر شرحك وقد مضى على وعدك 20 عاما. بدأ صوت الجيران يظهر من النوافذ وأسطح المنازل، الكل بات متوترا، وأصبحت كلمة دخلوا فعلوها أولاد الكلب تزداد وكأنها جواب على سؤال يطرح في المدرسة. بدأوا يطرقون الباب بقوة، لم أعرف من هم، لكني شعرت أن باب المنزل سينكسر. أشار والدي إلى أمي أن تدخلني إلى الغرفة وتغلق الباب. أغلقت الباب وخرجت إلى حوش الدار، ثم فتح باب الدار فاقترب مني صوت إطلاق النار وسمعت صوت صراخ والدتي، ومن ثم هدوء أحاط بالفناء. أردت الخروج ولكنني التزمت بوعدي وبقيت جالسة لفترة لم تكن قليلة. شعرت بالجوع لكني لم أرغب في كسر كلام والدتي. بعد مدة لم تكن قصيرة فتحت نافذة الغرفة المطلة على الحوش. كان كل ما رأيته هو نهر صغير تكون من امتزاج دماء والدي ووالدتي. أصبح حبهما واحدا، أمي وأبي أصبحا نهرا. هكذا يموت العشاق. أوليس الحب نهرا نلجأ إليه كلما ظمأت أرواحنا؟ اليوم أمشي في ذلك الحي الضيق إلى جانب الساقية رغبة في العثور على ضحكة قد تعيد لي ذاكرتي. أرغب في رؤية طفل يضع قدمه في الماء فتبدأ أمه بالصراخ عليه. رأيت باب البيت ورأيت سندانة الورد فارغة. رأيت تلك النافذة التي اعتدت الجلوس خلفها وأنا أتأمل ذلك النهر. رأيت ساقية الحي لكني لم أرى ذلك اللون الأحمر الذي امتزج مع مياهها في تلك الليلة، فأيقنت أنه لا يمكننا أن نسبح في ذات النهر مرتين. 20 عاما انقضت، عرفت خلالها أن الخوف هو الهدوء الذي أحاط دارنا بعد أن أضاع إلى بيتنا سبيلا، وذلك النهر الأحمر الذي امتزج مع ساقية الحي فأصبح أحد روافدها. إنهم أولاد الكلب الذين دخلوا ولا زلت أجهلهم حتى هذه اللحظة. إنها الذكريات التي تنخر أوراق ذاكرتي كجراد يأكل الزرع فيفسده، والأمان الوحيد يكمن في اللعبة التي صنعتها لأمي من بقايا ثوب والدي، ومن ثم عطرتها بالعطر الذي استخرجته من الورد داخل السندانة.